السلام عليكم. احنا جايين النهارده نتكلم عن حاجة مقرفة جدا. تمام، مقرفة جدا. اه والله احنا جايين نتكلم عن ريحة العرق. قشطة. ريحة العرق، كفاية ان انا اقول ريحة العرق. يعني انتوا اكيد ليكوا ذكريات مؤلمة مع الحوار ده قوي، وبالنسبة للناس اللي بتركب اتوبيسات فهي اكتر ناس بتتفشخ في الحوار ده. قشطة. يا جدعان بعد اذنكم، للناس اللي هي فرحانة بريحة عرقها، تمام، اللي هي فخورة بان هي ليها ريحة وسط المجتمع، ماشي، الناس كلها شامة ريحته من غير ما يحط برفيوم ولا اي حاجة. في حاجة اختراع، تمام، بصوا اختراع اسمه سبراي. ده بيحفظ ريحة العرق لمدة 24 ساعة. 24 ساعة. قشطة. يعني ده في حدود 22 جنيه بس. في اختراع تاني، ده برضو للسيدات الانسات وفي للشباب برضو. ده ممكن بيضيع والله ريحة العرق، والله ده نازل يا جدعان في السوق، ده مش لبوس، ده مزيل عرق ولا ايه يا عم؟ صح، كلامك صح. ده مزيل عرق، ده ب 15 جنيه مثلا. يا عم لو انت حالتك قحط، لو انت راجل ما معكش فلوس، حالتك قحط، شابة، شايفين حاجة كده ممكن الناس كتير قوي ما تعرفهاش، اسمها شابة. شابة بجنيه مثلا من عند العطار ولا حاجة صغيرة جدا. اي نعم مش بتشيل ريحة العرق قوي، بس برضه يا عم اديك يعني اعمل اي حاجة، اتصرف، مش تسيبها كده خيوط عنكبوت. ايه القرف ده؟ اما انت بقى لو ما يقوس منك ممكن تستخدم فليت. مش فليت بينفع برضه؟ بينفع يشيل الصراصير والنمل اللي هو جوه يبقى عايش، يعني ده فيها بس حشرات جوه يعني غريبة. ممكن تتصرف، انما ليه تقرفنا؟ تقرفنا ليه معاك طيب؟ وتطلع تلاقي واحد وانت مزنوق كده وتقف تشم. ايه اقول ده؟ لك حاجة، جات لي مرة. يا عم جات لك مره ايه؟ هي هتجيلك مره ولا مرتين؟ احنا بنقول ايه؟